وشمع تفاصيل مثيرة وجديدة بخصوص قضية صديقه سعد المجرد، والذي كان يعمل كمدير لأعماله سابقا. وتشبث وشمع في حوار أجري معه صباح اليوم ببراءة صديقه سعد المجرد من تهمة الاغتصاب المنسوبة إليه، مؤكدا معرفته عن قرب بالمعلم وأخلاقه، مؤكدا أن المجرد سيخرج من قضيته، متيسرا بحصوله على البراءة قائلا: أعرف أخلاق سعد وتربيته، وأعلم جيدا أنه لن يرتكب شيئا كهذا، وهناك العديد من الأمور أثبتت أنني على حق، من بينها تقرير البصمة الجينية والشهادة الطبية للفتاة التي لم تكن تتجاوز يومين. وأوضح وشمع أن القضاء الفرنسي له طريقته في الاشتغال، وقد يجعل التحقيق 6 أشهر أو أكثر من المتهم، مشيرا إلى أن هذا القضاء يؤمن بشكل كبير بالتحقيقات، وهو أمر لن يتم الاهتمام به، لأن براءة المجرد واضحة ولا يمكن له أن يشكك فيها وفي أخلاق المعلم. وفي رد عن سؤال بخصوص توثر علاقته بنزهة الرقراقي والدة المجرد، أكد وشمع أن الأمر مجرد إشاعة ولا أساس له من الصحة، فمنذ بداية أزمة سعد كان على اتصال مع عائلته، وكان الوسيلة الوحيدة لإيصال الرسائل إلى جماهيره، مؤكدا في الوقت ذاته قيامه بزيارة